السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الغاليين، يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة هنعمل الصابون الحلو الجميل اللي انتوا شفتوه ده، صابون بلدي من بواقي الزيت. هقول لكم انا عملته ازاي. عندي كوباية سكر عشان تزود الرغوة، وعندي 3/4 كوباية فانيش، ومعلقتين كربوناتو، وكمان عندي معلقتين ملح ليمون كبار، معالق كبيرة، وعندي ربع كيلو بطاطس، وكيس اوكسي. ودي كانت صابونة يعني من صابون بلدي كنت عاملاه قبل كده، من اللي كنت عاملاه بالبرتقال، عشان كده لونه غامق شوية. طبعا انا قلت هبشرها واستخدمها برضو مع المكونات اللي هعملها. انا بشرتها كده ونزلت عليها نص رتل مية مغلية زي ما انتوا شايفين. هدوبها كده وهركنها على جنب عقبال ما الصابون يبوش خالص، ونشوف هنعمل ايه ببقيه المكونات. جبت هنا البوتاص، حطيته في طبق، نزلت عليه نص كوبايه ميه. هقلبه. طبعا احنا بنلبس كمامه او متخليش اطفال جنبك عشان بيطلع ابخره صعبه مضره. ركنت بقى البوتاص كده على جنب، او الصودا الكاوية او الديبوشار او حجر تسليك المجاري، اللي هو دي الاسامي بتاعته في البلاد العربيه. ركنته على جنب عقبال ما يدوب. وجبت الطبق الكبير ده بصفي فيه ده رتل زيت. انا صفيته كده يعني عشان ما يبقاش فيه اي شوائب. دي كمان كانت كوبايتين من الدهن، انا برضو مسخناه وصفيته كده على الزيت. بعد كده نزلت عليهم البطاطس. ننزل بقى كل اللي لازق كده في الطبق، وهنبتدي نقلب. طبعا انا انتوا عارفين ان الصابون اهم حاجه فيه التقليب الجامد المستمر، فبسرع الحته بتاعه التقليب دي عشان ما يطولش عليكم الفيديو. ايديا بتوجعني بقى، برجع اجيب الهاند بلندر اضرب بيه عشان يسرع معايا برضو الوقت وما يتعبليش ايدي. لو عندك بقى هتعمليه في الخلاط، هتعمليه بالهاند بلندر، بالمضرب السلك، اي حاجه عندك هتشتغلي بيها هيديكي نتيجه كويسه. طبعا كان هنا الصابونه المبشوره كانت دابت خالص كده، نزلتها على البوتاص والزيت. شايفين ابتدى يصبن، بصوا تقل يعني، ابتدى يتقل ازاي. انتوا شايفين كمان السمك بتاعه، ويعني بيصبن بسرعه مش بياخد وقت. هبتدي انزل بقيه المكونات. نزلت هنا كوبايه السكر بديل الجليسرين عشان ايدينا، وكمان بيقوي الرغوه. دي بقى كوبايه الا ربع من الفانيش. احنا بنعمل هنا صابون بلدي يعني مكوناته كلها بتساعد على النظافه وازاله الدهون. نزلت هنا ملح الليمون، ونزلت الكربونات الصوديوم، وهضربهم بقى. طبعا كل ما بننزل مكون بنضرب فيه شوية حلوين، سواء بإيدك بالمضرب السلك، بمعلقة خشب، بالخلاط، بنضربه كويس عشان يدينا نتيجة أحسن يعني. جبت بعد كده دي كوبايتين من صابون المسحوق عادي، فنزلتهم كده مع المكونات وهضربهم معاهم. انتوا يعني انا بقول لكم ان هعمل صابون فظيع في التنظيف. تخيلوا كل المكونات دي هيبقى عامل ازاي في النظافة. نزلت كمان كوبايتين من صابون المواعين اي نوع عندك، وده كيس اوكسي. كيس الاوكسي طبعا عشان ناخد منه المادة الحافظة ويدينا برضو ريحة حلوة. مع ريحة الصابون المواعين برضو هيدينا الصابون هيبقى ريحته حلوة. تخيلوا بقى صابون بلدي معمول بالمكونات دي كلها هيبقى عامل ازاي في النظافة. هيبقى فظيع فظيع في النظافة، سواء بقى استخدمناه عملنا منه برسيل جل، عملنا منه صابون مواعين لغسيل المواعين، عملنا منه مسحوق للغسالة العادية او الغسالة الاوتوماتيك. هيدينا نتيجة جامدة جدا في النظافة. كده بقى انا ضربته بقى بالمضرب بالهاند بلندر، ابتدى يتقل معايا. شايفة لو سبتيه كمان شوية هتلاقيه تقل منك عن كده. جبت بقى القوالب، اي حاجة عندك عايزة تعمليها قوالب هتصب فيها. هو يعني بيتصلب بسرعة ومش بياخد وقت. طبعا بنقلب كده، هامله بقى القوالب دي اي اشكال عندك كده حلوه، او علب لبن، علب عصير،
اي حاجه تنفع ان تستخدميها في تعملي منها قوالب للصابون. عايزه تفرديه على صينيه وتقطعيه قطع حلو. احنا بنتكلم على النظافه، ده كده صابون جامد جامد، جربوه، انا جربته، فظيع فظيع في النظافه وحلو قوي قوي، جربيه تشكريني عليه. املي بقى عندك اي علب، اي قوالب، بصراحة عجبني قوي، النظافة بتاعته حلوة، والدهن مخليه مع الزيت، مخلي الصابون ناعم، مديله نعومة حلوة قوي. شايفين بقى كده بعد ما نشف، هو كده نشف الصلب خالص، بصوا مديني شكل حلو، والقطعة جامدة كده يعني، مالية مركزة حلوة كده، قطعة كبيرة مليانة. جربي بقى وشوفي، احنا بنعمل اعادة تدوير لكل حاجة. دي شوية صابون حلوين من الصابون من الزيت المستعمل. انتوا عارفين هدف قناتي التدبير والتوفير واعادة التدوير، ده إعادة تدوير، وعملت منه صابون جميل أهو. وما تنسوش اللايك، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ما تنسوش اللايك، وما تنسوش تشيروا الفيديو عشان ناس كتير تشوفه، ومتابعين الجداد يعملوا لي اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تدعموني باللايك يا جماعة، وكل سنة وانتم طيبين، ومع السلامة.